يعني الله يقبلها، يعني مشتكين عليه بالعراق يقول لك انت جمعت المحتوى الهابط. يابا ليش؟ شلون تطبخ شجر والشعب العراقي ما يحب الشجر؟ ومو هنا المشكله، الحاكم قافل عليه لانه راح اسوي الشجر بالدجاج مو باللحم. هاي اول مره يعني اسويه بالدجاج. على العموم راح اسوي لكم مرقه شجر بالدجاج. طبعا جماعه قالوا لي سويه بالدجاج وجربها كلش طيب. انا ضد المرقه مال الشجر ومال الباميه انه تكون بالدجاج. يعني خلينا نجربها بالدجاج ونشوفها شلون راح تطلع. نستله لو مو نستله. طبعا جبت هذا الشجر من ساحه الاندلس. طبعا هنا عندنا صدر مال دجاج قطعناه على شكل ستيك. اي ستيك يعني صدر مال دجاج بالانجليزي ستيك. وهذا الشجر، ولا حد يقول شكو جاي تقلد، هاي علمود الاردن، ادغثهم للاردنيين. يقول لك محتوى هابط، شنو مطلع صدري؟ ما مطلع صدري مثل ذنيج. طبعا هنا البصل مو اجباري، بس الاجباري تزقنبها بالاخير. خلنا ناكل نستله بين ما تستوي المرقه. تتذكروا هاي النستله جماعه الحصار الاقتصادي، وهاي الثانيه شلون نستله بربع. وهنا تقريبا نحمس كل شيء. نحط الطماطة ونجيب شوية معجون على مود ينحمس وما يحمض على قلبك. وهم بعد معجون، هذا بربع اشتريت. ونحمس الغراض نقلبهن بهالطريقة. الغراض كلهن حتى يتجانسن. وين انت محل مال فيترية؟ نخلي لها شوية فلفل اسود، طبعا ما يخلوا لها بهارات هنا. ونخلي شوية ملح، لا تخلون بهارات. يلا خلوا شوية شوية كلش على مود الدجاج، على مود ضمان النكهة وجودة شنو هالتفلسف هذا شوية. شوفوا شلون نحمس كل شيء والمنظر نخليه هنا شجر حتى نحمسه شوية حمسة صغيرة، حميس ولميس. ونقبقها، هاي نقبقها مال الرمادي. طبعا اكو قسم يخلون بيها لبلبي. انا على اساس اشتري لبلبي شو جبت حمص بطحينه، بس لا قلت ما اخلي لها لبلبي حتى لا يصير محتوى هابط وغازات وبطانيه ومن نمر. ومثل ما قاعد تشوف عزيزي المدحج بقى عندنا شويه معجون ضربناه تتشه. شوف عيني عزيزي المدحج، لازم تلشع شويه، لازم تطلع ريحه دخنه وبعدين تخلي الماي، لا تخلي هوايه مويه. وهاي المرقة خلصت عندنا. طبعا تذكرني بايام الكلية من كنا ناكل كيك وميرندا ونستلة. نستلة لا مو نستلة عمي، هذا الشجر يقطع تقطع. شوفوا شلون وضع، الوضع تلقائي طيران لو مو طيران. يطفي الواي فاي عوافي.